معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم. هنتكلم النهارده عن السلس البولي عند السيدات، ودي من أحد المشاكل المحرجة اللي بعض السيدات بتتضايق منها، وفي بعض السيدات بيعتبروها طبيعية. فحابين نوضح بس وجهة النظر الطبية في موضوع السلس البولي. هو طبعا السلس البولي عشان نبقى عارفين هو تسرب البول لا إراديا نتيجة مشكلة في المسالك البولية أو مشكلة مرتبطة بالمسالك البولية. من أحد المشاكل الأساسية اللي بتزود فرصة السلس البولي عند السيدات موضوع الولادات المتكررة. نتيجة كده بيحصل ضعف في عضلات الحوض وضعف في عنق المثانة، فلما بيحصل زيادة في ضغط البطن زي العطس أو الكحة أو نشيل حاجة تقيلة يحصل تسريب للبول. في نوع تاني اللي هو السلس البولي الحاحي نتيجة زيادة في انقباض عضلات المثانة، وده في بعض السيدات بيحصل ان هي اول ما يحصل فيه زنقة في البول بيسبقها ما تلحقش تروح الحمام. في اسباب كتير مرتبطة بالموضوع السلس البولي الالحاحي. احنا قلنا قبل كده السلس البولي الاجهادي نتيجة كثرة الولادات او ضعف عضلات الحوض وعنق المثانة. السلس البولي الحاحي أحد أسبابه أو السبب الرئيسي نتيجة زيادة في انقباضات عضلات المثانة دون القدرة على السيطرة عليها. ده ممكن يكون ملوش سبب واضح، وممكن يكون سبب لوجود مرض السكر أو أمراض عصبية أو نتيجة الإمساك المتكرر أو نتيجة عمليات معينة في المسالك البولية. بيكون ده بيجي ثانويا بعدها ويؤدي لحدوث السلس البولي الحاحي. العلاج طبعا بيختلف على حسب نوع السلس الموجود. لو سلس بولي إجهادي نتيجة ضعف عضلات الحوض أو البطن أو عضلات عنق المثانة، بتبقى الوسائل في بعض الوسائل التحفظية أو بعض الوسائل بالمنظار أو وسائل جراحية، بالإضافة طبعا لضرورة خفض الوزن لو كان في زيادة في الوزن. السلس البولي الإجهادي علاجه أساسا دوائي، وفي بعض الأحيان ممكن نحتاج تدخل بالمناظير لبعض الحالات زي حقن المثانة بمادة البوتوكس اللي يقدر يحدد نوع السلس، لأن في بعض الأحيان بيبقى فيه النوعين ميكسد مع بعض. بيعتمد على بعض الأبحاث عن طريق استشاري جراحة المسالك البولية. معاكم الدكتور محمد سليمان، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم.